اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن تصحيح مشاكل حصلت في عمليات سابقه. انا دكتور وائل يحيى. هو اللي اتكسر ينفع يتصلح ولا عمره ما هيتصلح؟ نبدا من حد عمل عمليه سابقه قبل كده والنتيجه غير مرضيه او حصل بعض المشاكل فيها. دي بتبان جدا في عمليات بتكون تمت قبل كده بنتيجه غير مرضيه، يا اما توقع المريض او تطلعه ما كانش قايله للدكتور زميلنا، او لا قدر الله حصل ضعف التئام او اي مشكله تكون حصلت قبل كده في العمليه. كل حاجه وليها حل، كل حاجة لازم نسمع تماما ايه الشكوى اللي موجودة من المريض، امتى تدخلنا، مين اللي يتدخل. احنا اتفقنا قبل كده موجود في الحلقات معانا ان العمليات عندنا في التجميل عبارة عن ايه؟ صغرى متوسطة كبرى. صغرى متوسطة لحد الماجستير يقدر يعملها. الاستشاري امتى يتدخل؟ الدكتوراه دي ليها ثمن، يعني شهاده الدكتوراه هي تمنح لمين؟ كام واحد في مصر اصلا معاهم شهاده الدكتوراه في جراحه التجميل؟ دول عدد مش كبير، احنا اقل من 200 واحد، واللي متسجل عندنا في نقابه الاطباء تقريبا اقل من 200 واحد. كام واحد بقى في مصر منهم؟ اقل من 80. الحقيقه حضرتك شايفين النسبه بتقل قد ايه؟ فبالتالي اي اعاده تصحيح او ترميم لعمليه حصلت قبل كده لازم اكون رحت بسم الله الرحمن الرحيم كده مبدئيا ده استشاري. الاستشاري هنا الفيجن بتاعته مختلفه شويه. ايه تطلع المريض؟ ايه العمليه اللي اتعملت قبل كده بأنهي تقنيه؟ بيبقى خلاص هو عارفها، او بيكلم زميله او يعني تلميذه بيكلمه. رقم 3 وده المهم، امتى تدخل؟ عاده الصبر بيبقى مفيد. الصبر لالتئام الجروح ده مهم، مش كل حاجه تتصلح بيلا بينا الصبح على العمليات. الانجليز دايما يقول لك تايم هيلز، يعني مع مرور الوقت الدنيا بتكون هديت. نعرف نعيد ده تاني. ندي 4 امثله. عمليه انف اتعملت مش مظبوطه، تدخلنا فيها ما يقلش من 3 ل6 شهور، الا لو الجرح كان فيه مشكله فعلا او العمليه فيها مشكله، ساعتها بنتدخل بدري جدا. عمليات البطن او الشد دي لازم نصبر عليها برضه حوالي من 3 ل6 شهور. عمليات الفخاد، شد الفخاد، تدخلنا فيها بيبقى مش عالي قوي، تدخلنا فيها بنكون هدينا شويتين. امتى العمليه اللي نقول فيها لازم ندخل بسرعه؟ لو لا قدر الله عندنا في تاثير في الدوره الدمويه، وده بيبان جدا عندنا. خلاصه القول، تمسك مبدئيا باختيارك الاولاني اللي حضرتك عملتي عنده العمليه. هو بيبقى حاطط بلان مع حضرتك، مش كل حاجه اطلع على اوضه عمليات تانية او دكتور تاني. ودايما الجراح اللي يبعدك سن عن اوضه العمليات هو بيبقى ليه فيجن. الدكتور زمان كان اسمه الحكيم. الحكيم محدد امتى يتدخل وامتى يعمل. شهرتنا اساسيه وثقه الناس فينا جايه من ان احنا عارفين امتى نتدخل، مش امتى نجري ونعمل عمليات. مفيش حاجه اسمها ايه الحاله تيجي النهارده الصبح نجري على العمليات. ده سهل جدا وبياع جدا، بس الحقيقه نتيجته برضه غير مرضيه. اعاده ترميم العمليات او تصليح عمليات سابقه في التجميل امر وارد ونتائجه بتبقى مضمونه جدا، ولكن امتى نعمله هو ده اللي فيه الكلام. كان معاكم دكتور وائل يحيى، استشاري جراحه التجميل. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.